السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل معاكم طريقة رز بلبن جميلة جدا وسهلة وبسيطة. ما تنسوش تعملوا لايك مع قناة صافية منوعة في المطبخ. يلا نبدأ في المكونات. معانا رز، طبعا الرز ده تنقعيه. لو الأفضل تنقعيه مثلا يوم، تنقعيه في يوم، تشطفيه حلو وتنقعيه يوم، وبعد كده هو المية اللي هتنقعيه فيها هي اللي تسويه فيها عشان ينزل النشا بتاعته ويبقى جميل جدا. معانا معلقتين من الكريم شانتين، ده هيخليه جميل جدا. ومعانا للريتل اللبن معانا معلقتين نشا، ومعانا يعني كوبايه الا ربع سكر، يعني كوبايه الا ربع سكر عشان ما يبقاش مسكر قوي. وطبعا ده اختياري، يعني انت براحتك يعني. ومعانا معلقتين كبار لبن بودرة. طبعا احنا تنقع الرز وهنستنيه وهنشوف. يلا نشوف مقاديرنا عاملة ازاي. اهو كده اهوت بعد ما حطيناه طبعا على البوتاجاز هو استوى. طبعا عشان الفيديو كده اهوت ما ياخدش وقت طبعا معانا، انا سويته مع بعض اهو سويناه. طبعا نقعتيه زي ما قلت لك مدة ليلة كاملة، يوم. وبعد كده اهوت هتجيبيه في المية اللي نقعتيها فيها، هتحطيه على البوتاجاز بالمية بتاعته عشان ينزل النشا بتاعته ويبقى جميل جدا. اهو استوى كده اهوت، اهو شايفين كده، اهو كده بصي هو كده استوى خالص جدا وبقي حلو اهو. شايفين اهو كده حلو ازاي اهو. اهو كده هنحط عليه طبعا اللبن كده، شايفين كده اهوت. تفضلي طبعا تقلبي فيه كده كده اهوت اهو. شايفين تفضلي تقلبي فيه كده على البوتاجاز كده اهو. شايفين كده هنفضل نقلب فيه كده، بعد كده نحط السكر اهو، هتقلبي فيه كده اهوت برضو كده اهو. شايفين اهو كده بعد ما حطينا له السكر كده هنحط النشا، معلقتين نشا، وهنزودهم حبة من المية ونحطهم كده عليه كده اهوت. هنسيبه طبعا لحد ما يدينا القوام الحلو كده اهوت. شايفين اهو كده اهو، شايفين قوامه كده حلو ازاي اهو كده. شايفين اهو كده، شايفين قوامه، شايفين كده. بقى هتحطي معلقتين من اللبن البودرة، جميل جدا، هيخلي لك طعم وريحة حلو قوي في الرز. يلا نبدأ كده اهوت. اهو كده عملناه بالمنظر ده كده، لبن بودرة. معانا معلقتين هنحطهم فيهم كده وتقلبي كده اهوت كده اهو كده اهوت. اهو كده نجيب الفانيليا، ورقتين من الفانيليا هنحطهم كده اهوت. شايفين كده، وهنقلب طبعا كده. شايفين جميل ازاي. معانا معلقتين من كريم الشانتين. هتسيب الرز طبعا يبرد شويه. بعد ما حطيتي معلقتين من لبن البودره والفانيليا
هتحطي معلقتين من كريم الشانتين عشان يديله ريحه وطعم جميل جدا. اهو كده هنعمله كده. هناخد حبه من الميه، حبه حلوين كده صغيرين اهو، شايفين كده اهو كده اهوت، شايفين اهو كريم الشانتين كده اهوت. بعد كده نحطهم هنا كده كده، وهنفضل نقلب كده، شايفين كده اهوت، شايفين اهو كده اهوت. شايفين قوامه حلو ازاي، جميل جدا اهو كده. نبدأ بقى نحطه كده، هنشيله كده، هنشيله على النار وارجع لكم اصلا اهو. شايفين اهو كده كده خلصته كده. نبدأ نحطه في الاطباق كده. كده طبعا عندك مكسرات، عندك جوز هند، عايزه تعمليه مثلا تحطيه في اطباق او تحطيه في الفرن، يبقى رز فرن، يبقى جميل جدا. شايفين اهو كده اهو كده اهوت، جميل جدا. شايفين جميل. طبعا افضل حاجه تسيبيه على الرخامه مده ساعه، ما تحطوش طبعا في التلاجة على طول، عشان يعمل لك الوش اللي بتشوفيه في المحلات، اللي هو ايه، وش بيبقى مكرمش كده، بيبقى حلو. سيبيه طبعا يبرد خالص، وبعد كده تحطيه في التلاجة، هيبقى جميل جدا. وما تنسوش تعملوا لايك مع قناة صافي عشان يوصلكم كل جديد. شايفين قوامه حلو ازاي، قوامه جميل جدا، شايفين طعمه جميل جدا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك مع قناة صافي، والسلام عليكم ورحمة الله.